المسلمين، لكن إسلام خالد بن الوليد تأخر إلى ما بعد صلح الحديبية. قدراته العسكرية اللي دخل بها الإسلام حجزت له مكانة في دولة الإسلام الناشئة. حصل خالد بن الوليد على الفرصة المناسبة لإظهار قدراته القتالية لما وقعت غزوة مؤتة، وكان على الجيش المسلم المكون من 3000 مقاتل أن يواجه جيش الغساسنة. طبعا في مبالغات بأنه 200 ألف أعضاء أو عناصر جيش الغساسنة. المهم سقط حينها قادة جيوش المسلمين واحدا تلو الآخر. اختار الجنود في هذه المعركة خالد بن الوليد لتولي القيادة بعد ما الثلاثة اللي قررهم سيدنا النبي ماتوا استشهدوا. ينجح خالد بن الوليد في انسحاب مدهش وناجح للغاية لجيش المسلمين. العدد القليل المهزوم ده استطاعوا أن ينسحب دون أن ينسحق، ومن هنا أطلق على خالد بن الوليد من المنطوق النبوي الشريف إنه سيف الله المسلول. مسيرة خالد العسكرية في عهد النبي شابتها بعض التجاوزات، منها حينما بعث داعيا لقبيلة بني جزيمة من بني كنانة، فلما أقبل عليهم قالوا صبأنا. صبأنا يعني يقصدوا أسلمنا، وهو ما لم يفهمه خالد. تعجل القائد للنصر، حماسة مضاعفة، لحظة عصبية، المهم قتل منهم وأسر كثيرين. وعندما وصل الخبر إلى النبي رفع يديه إلى السماء النبي وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين قال الدعاء ده مرتين، لكن ما فيش أي حاجة ترتبت على ما فعله خالد، فيش أي عقوبة. أثارت تلك الواقعة غضب عدد من الصحابة على خالد بن الوليد، وأولهم عمر بن الخطاب. دائما كان خالد بن الوليد بخشونته وعنفه رجل عسكري بكل المقاييس، يعني مثيرا للمشاكل، لكن الدولة الناشئة وقتها كانت تحتاج لبأسه. لما وقع خلاف بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر ووجه إليه خالد كلاما قاسيا شكاه عمار للنبي، فقال النبي من عاد عمارا عاده الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. خد بالك هنا حماية وتحصينا لعمار، إنما ما فيش عقوبة برضو ترتبت أو موقف ترتب على خالد بن الوليد، لأنه القائد العسكري اللي احنا محتاجين دولتنا الناشئة قوته ومكانته. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شن أبو بكر حربا ضد القبائل اللي منعت الزكاة، سموها حروب الردة لأنها كانت منع للزكاة. وكان عمر بن الخطاب معارضا بشدة بقوة لهذه الحرب، ورفض قتال كل من قال لا إله إلا الله حتى لو منعوا الزكاة. لكن أبا بكر الصديق أصر رافعا شعار والله لو منعوا عني ماعدا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعه أو لقاتلتهم على منعه. طب مين بقى اللي يقود هذا القتال؟ اختار للمهمة خالد بن الوليد. انتقل اعتراض عمر على حروب الردة أو ما عرفت بحروب الردة، حروب مانع الزكاة، إلى اعتراض على قيادة خالد بن الوليد وأداؤه في هذه القيادة لتلك المعارك أو الحروب، وتعامله مع القبائل المرتدة بين قوسين. فحين وصلت حملة خالد إلى قبيلة بني سليم قاتلهم حتى انتصر عليهم وأسر منهم وقتل عددا من الأسرى وأحرق بعضهم بالنار. غضب عمر بن الخطاب عندما وصلت الأخبار إلى المدينة وقال لأبي بكر بعثت رجلا يعذب بعذاب الله. وحين وصل قطار حروب الردة بقيادة خالد بن الوليد إلى بني تميم أرسل أمراؤهم يعلنون الطاعة عدا مالك بن نويرة، امتنع عن دفع الزكاة فأسره خالد وعاتبه على منع الزكاة، ثم أمر بقطع رأسه، وبعد ضرب عنقه وضع رأسه في قدر على النار وأكل أو شرب منها ليرهب الأعراب من المرتدة. لكن المشكل الأكبر أنه بعد ما قتل مالك بن نويرة أو بن نوير تزوج خالد بعدها أرملة مالك. وصل خالد بن الوليد إلى المدينة، دخل المسجد معتمرا عمامة غرز فيها أسهما متفاخرا، فقام إليه مين اللي أمله؟ هو في دخلة الفخر والفخار والعزة بعد الانتصار، اللي وقف له أمله عمر بن الخطاب، ونزع الأسهم من عمامته وقال لو قتلت مسلما ثم نزوت على امرأته والله لأرجمنك. يعني هو عقوبة إنه قتل مسلم وإنه كمان زنى بامرأته.
كان غضب عمر بن الخطاب شديدا وطلب بشدة. بالنسبة لسيدنا خالد بن الوليد رضي رضي الله الله عنه. هل موضوع ان هو قتل مالك بن نويرة؟ لا هو قتل امرأته؟ لا عفوا اصبري بس. خالد بن الوليد أولا تصفيه بما وصفه النبي به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب في مؤتة، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وما يسرنا أنهم عندنا أو ما يسرهم أنهم عندنا، ثم أخذها رجل سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. لا تنسى هذه المنقبة أبدا لخالد. لا طبعا أنا والفتوحات العظيمة التي فتح الله على يديه إياها. أما قتله لملك بن نويرة لا أعلم له ذلك سندا، لكن أعلم أن خالدا رضي الله عنه ذهب لقتال بعض الكفار بعض الناس فقالوا: صبأنا، يعنون بصبأنا دخلنا في الإسلام. دخلنا في الإسلام. خالد فهم أن صبأنا خالد فهم أن صبأنا كفرنا فقتلهم وأمر بقتلهم. هذا الذي أعلمه. فقال النبي رافعا يديه إلى السماء: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فهم الكلام؟ نعم. ومع ذلك تولى إمرة بعض الجيوش، عدد كبير من الجيوش طيل في زمن رسول الله أيضا، وطيلة خلافة أبي بكر، وهو مجاهد رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه. اللهم آمين.